Diaz sifting it through here for Said Barry! What a finish! Ismail Said Barry! السلام عليكم خواتاتي، مرحبا بكم كاملين في هذه الحلقه الرياضيه الاستثنائيه على القناه ديالكم. ما بقاش بزاف على موعد المقابله الحارقه اللي غادي تجمع ان شاء الله ما بين المنتخب الوطني المغربي والمنتخب الاسكتلندي، واللي غادي تكون ان شاء الله يوم الجمعه 19 يونيو 2026. هذا الماتش ماشي بحال اي ماتش الاخوان، هذا الماتش اللي تيتعتبر ضمن الجوله الثانيه من دور المجموعات في كاس العالم 2026 المقامه بطبيعه الحال في امريكا، كندا والمكسيك. مواجهه غادي تكون حاسمه ومصيريه للاسود الاطلس اللي باغيين يثبتوا للعالم كامل ان داك الشيء اللي حققناه في مونديال قطر ما كانش ضربه حظ، وانما هذاك هي المكانه الحقيقيه ديال الكره المغربيه. نعرفكم كاملين دابا في القهاوي وفي البيوت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي شعل فيكم العافيه ديال الحماس، وكل شيء تيتسنى هذه المقابله، وكل شيء ما كرهش يعرف او يتوقع النتيجه ديال هذه الملحمه، وخصوصا من بعد ذاك الماتش الخيالي والاسطوري ضد السامبا البرازيليه، الماتش اللي قدرنا نتعادلوا فيه بتعادل تاريخي. صراحه ماشي قدرنا، هما اللي قدروا يتعادلوا معنا. هذا التعادل اللي كان 1-1، تعادل طعم الفوز، هذا التعادل اللي صدم العالم وخلى كبار المحللين يضربوا لينا الف حساب. لهذا الخوت في هذه الحلقه ما غاديش نهضروا غير من فراغ او بالعاطفه. اليوم جبنا لكم توقعات الذكاء الاصطناعي الاي اي لهذه المقابله، وراكم عارفين فاش كنهضروا على الذكاء الاصطناعي فاحنا كنقصدوا اقوى عقل محلل للمعطيات في العالم، كمبيوترات عملاقه كتحسب ادق التفاصيل اللي العقل البشري يقدر يغفل عليها. يعني كلام مبني على الارقام واحصائيات علميه نقدروا نعتمدوا عليها بشكل كبير. وزياده على هذا الشيء غادي نشوفوا اراء وتوقعات اشهر المحللين والخبراء في عالم المستديره، وبالخصوص المحللين في بريطانيا اللي هما قرابين بزاف من المنتخب الاسكتلندي. ولكن الخوت الصدمه فين كاينه؟ الصدمه كاينه بداك الشيء اللي قالوا الذكاء الاصطناعي وعمالقه التحليل في بريطانيا والعالم. شي حاجه صدمتني انا شخصيا وما كنتش كنتوقعها بهذه القوه. الذكاء الاصطناعي دخل على الخط وحلل ملايين البيانات وخرج لنا بنتائج غتخليكم مذهولين. اليوم وفي هذه الحلقه غادي نفككوا هذا الماتش طرف طرف، غنحللوا نقاط القوه ونقاط الضعف، وغادي نعرفوا شنو قال الاي اي وشنو هي اراء ديال الخبراء. لهذا خليكم معنا حتى الاخير حيت القضيه زوينه بزاف وفيها ما يتقال وفيها مفاجات ما غتخطر لكمش على بال. ودابا جا الدور ديالكم نتوما، جا الدور ديالكم باش تهبطوا لتحت وديروا لنا واحد لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وخليونا نبداو على بركه الله. يلا الخوت ندخلوا ديريكت في المعقول ونبداو من الساس. قبل ما نشوفوا المستقبل خاصنا نرجعوا شويه للماضي، حيت التاريخ ديما كيعاود راسو وديما تيكون فيه دروس. خاصنا نعرفوا باللي عندنا ذكريات تاريخيه ومؤلمه في نفس الوقت مع هذا المنتخب الاسكتلندي. وبالمناسبه هذه المواجهه كترجع بينا الذكرى المونديال فرنسا 98. شكون فينا اللي تينسى هذاك الماتش الاسطوري فاش قدرنا نربحوا اسكتلندا ب3 مقابل لا شيء؟ ايها المعلم، المغرب ربح اسكتلندا ب3 اهداف تاريخيه ديال صلاح الدين بصير وكاماتشو. مقابله اللي كانت اكثر من رائعه وقدمنا فيها كره خياليه ابهرت العالم. ولكن للتوضيح فقط والناس اللي عاشوا هذيك الفتره غادي يفهموني، حنا اللي كان خاصنا نتاهلوا في هذاك المونديال الدور الثاني ماشي النرويج. كنا كنعقلوا وكنا كنتذكروا المؤامره او السيناريو الغريب اللي وقع في الماتش الاخير بين البرازيل والنرويج، فاش ربحت النرويج بضربه الجزاء مشكوك فيها في الاخير دقائق وحرمات جيد ذهبي ديال بصح من التاهل. اذا الماتش ديال 2026 فيه واحد الطابع ديال تصفيات الحسابات التاريخيه، وباش ناكدوا العقده المغربيه للمنتخب الاسكتلندي غادي نجي وغادي نقول لك لا اسيدي لا لا. دابا في 2026 الكره ما بقاش كتلعب غير بالرجلين ولا بالعاطفه، الكره ولات علم قائم بذاته. دابا كاينين منصات عملاقه في العالم بحال منصات MLQ العالميه المعتمده كليا على الذكاء الاصطناعي وعلى البيج داتا. هاد المنصه ماشي كتخمن، هذه دخلت ليها كاع الاحصائيات الدقيقه ديال اللعابه، شحال جراو، شحال مرروا، اللياقه البدنيه ديالهم دابا، تاثير الطقس في الملاعب الامريكيه، والنتائج التاريخيه ديال الماتشات الاخيره. والنتيجه اللي خرجت من هذه المنصه الاخوان خرجت صدمه حقيقيه للاسكتلنديين وفرحه لينا احنا كمغاربه. ودابا خليونا نغوصوا في الارقام اللي عطاتها المنصه. تخيلوا معايا الخوت الذكاء الاصطناعي
عطى للمغرب نسبه فوز كتوصل 55.1%. متخيلين معايا هذا الرقم ولا لا؟ يعني اكثر من نصف ديال الحظوظ كامله لصالح اسود الاطلس. في المقابل نسبه التعادل هي 26.2%، والنسبه الصادمه والمحبطه للبريطانيين هي نسبه فوز اسكتلندا اللي له كتوصل 18.7%. هذا الرقم ماشي جاي من فراغ ولا حيت الكمبيوتر كيبغي المغرب، لا، هذه خوارزميات جافه كتحلل الواقع. الكمبيوتر الذكاء الاصطناعي فاش حلل الماتش الاول ديال المغرب ضد السامبا البرازيلي لقى معطيات رهيبه، لقى بان التنظيم التكتيكي ديالنا والصرامه الدفاعيه والروح القتاليه اللي لعبنا بها خلات اسود الاطلس يوليو بحال شي جدار صعيب بزاف شي واحد يخترقو. البرازيل بنجومها وعمالقتها عانت باش تقدر تسجل علينا هدف واحد، وهادشي كيعني باللي المنظومه الدفاعيه المغربيه في اعلى مستوياتها. وهنا غيجي شي واحد وغادي يقول لي ولكن راه اسكتلندا ربحت الماتش الاول ديالها ضد هايتي ب1-0 وعندها 3 نقاط بالجيب، يعني تدخل معنويات مرتفعه. غادي نجاوبك وغادي نقول لك هذا الكلام صحيح، ولكن الكمبيوتر والخوارزميات ذكيين بزاف وكيعرفوا بان اللاعب ضد منتخب هايتي ماشي هو اللاعب ضد المنتخب الوطني المغربي. الخوارزميات الخوت كتشوف ان القيمه السوقيه ديال اللاعب المغربي والجوده الفرديه ديالو، خصوصا انه كيلعب مع اكبر الانديه في اوروبا، هاربه ومحلقه بزاف مقارنه مع اللاعب الاسكتلندي. ودابا الخوت خليونا من الماكينات والالات والذكاء الاصطناعي ونمشيو للبنادم، نمشيو للمشاهير والخبراء ديال كره القدم اللي كيفهموا اللعبه وعاشوا في التيرانات شنو كيقولوا في الاعلام البريطاني. غادي نبداو لكم بواحد الصدمه كبيره جات من قلب بريطانيا وبالضبط من اسكتلندا. الاسطوره الاسكتلندي بات نايفن اللي هو المحلل الكبير والمعروف ديال شبكه BBC البريطانيه خرج بتصريح دار ضجه كبيره وصدم الجمهور الاسكتلندي حيت كان صريح واقعي ومحبط لهم. هذا المحلل قال نيشان وبلا زواق وبلا نفاق كروي، قال حنا طحنا في مجموعه خطيره بزاف وصعيبه بزاف، طحنا مع البرازيل والمغرب، والمواجهه ضد المغرب غادي تكون معقده وكابوس حقيقي لينا، لان هذا الجيل ديال المغرب ما بقاش كيرحم وتطور بشكل رهيب بزاف في السنين الاخيره وكتلعب كره حديثه وسريعه. وزيد عليها الخوت المحللين والخبراء ديال المنصه الشهيره في لندن للتوقعات لادبروكس حطوا التحليل الفني ديالهم للماتش وتوقعوا بشكل واضح خساره اسكتلندا. هاد المحللين ركزوا على نقطه خطيره واللي كيتوفر عليها المنتخب الوطني المغربي، ركزوا بالخصوص على الساحل المغربي ونجم ريال مدريد ابراهيم دياز الخوت، وقالوا بالحرف ان دياز غادي يكون هو المهندس والمايسترو ديال هذا الماتش، وهو اللي غادي يكون المفتاح اللي غادي يقدر يفك الشفره ديال الدفاع الاسكتلندي، وهو اللي غادي يخلق الفريق بالتمريرات ديالو الحاسمه اسيست والتحركات ديالو بين الخطوط. وزادوا قالوا ان خط الوسط ديال اسكتلندا واخا فيه لعيبه كبار ومحترفين في الدوري الانجليزي بحال سكوت النجم السابق لمانشستر يونايتد ولويس غادي يعياو بزاف في الماتش وما غاديش يقدروا يجيروا الايقاع والنسق السريع والذكي ديال المنتخب الوطني، وخصوصا ان اللاعبين ديال المنتخب الوطني تقنيين لدرجه عاليه في وسط الميدان، يعني غادي يكون صراع بدني وتقني عالي والغلبه باينه غادي تكون ان شاء الله للمهارات المغربيه. اللي خاصنا نطرحوا دابا علاش كاين هذا الاجماع كله على قوه المغرب من الذكاء الاصطناعي والمحللين الغربيين. الخبراء في شبكه دي سبورت ريش العالميه هضروا على نقطه مهمه بزاف وهي اللي كتسمى بالشخصيه والنضج المونديالي. المغرب الخوت من مور ملحمه قطر 2022 ما بقاش ذاك المنتخب اللي كيشارك من اجل المشاركه وكيفرح الى داز للدور الثاني. المغرب اكتسب واحد الشخصيه ديال المنتخبات الكبار، اللعابه تقوا في راسهم ولاو عندهم اسماء كبيره، ولا الاسم ديال المغرب ولا كيخلع المنافسين قبل ما يدخلوا للتيران. وزيد عليها ان الركائز ديال المنتخب كلهم كيلعبوا في انديه عملاقه ودرجات النخبه في العالم بحال ريال مدريد باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، يعني مولفين على الضغط ديال الماتشات الكبار. في المقابل المنتخب الاسكتلندي ما تاهلش 28 عام للمونديال حتى لهذه النسخه ديال 2026. هذا الشيء كيعني باللي الثقه والتجربه الموندياليه والتعامل مع اللحظات الحاسمه غادي تكون عندهم ضعيفه بزاف مقارنه مع الاسود. نجيو دابا الجانب التكتيكي اللي غادي يكون وسط التيران. اسود الاطلس عندهم واحد التنوع هجومي وتكتيكي كيخلع اي مدرب في العالم بوجود عناصر كتخترق في العمق وعندها قوه بدنيه وحلول تكتيكيه بحال اسماعيل السباري وعناصر الله يبارك كيطيروا في الاجنحه وعندهم خبره عالميه بحال اشرف حكيمي وناصر مزراوي. الطريقه باش كيتنظم الماتش
واللعب على الاطراف او الاعتماد على المهاجم الوهمي في بعض الاحيان غتخلي الكفه تميل ان شاء الله وبشكل كبير للمنتخب الوطني المغربي. زيد عليها الامن اللي كيلور فاش يكون عندك حارس مرمى عالمي بحال ياسين بونو، السبع واقف في الكور، والمنظومه دفاعيه مسدوده باحكام وجود قتاليه ديال المدافعين، المرتدات ديال اسكتلندا اللي كيعتمدوا فيها على الكرات الطويله والاندفاع البدني غادي تقل، حيت غادي تلقى قدامها واحد الحائط اللي صلب وضد الصدمات. هذا التوازن الرهيب بين الدفاع الحديدي والهجوم السريع والفعال هو سلاح فتاك ديالنا ان شاء الله في هذا الماتش. ودابا وصلنا للنقطه المهمه اللي كلشي كيتسناها، كيفاش غادي يدوز هذا الماتش في التيران، وشنو هي النتائج الرقميه اللي حطوها اشهر شبكات الاحصاء الكبرى في العالم بحال سكورمور وسكواكر. السيناريو الاقرب المتوقع من طرف الخبراء هو ماتش تكتيكي حذر جدا، خصوصا في الشوط الاول. المدرب ديال اسكتلندا غادي يدخل وهو خايف، غادي يوقف في الدفاع ويلعب بلوك طايح، يعني لو بلوك، لانه عارف راسو الا حل اللاعب وعطى المساحه لابراهيم دياز والحكيمي والخنوس غادي ياكل الدق وغادي تسجلوا عليه اهداف سريعه. داكشي علاش غادي يدخل يدافع ب10 ديال اللاعبيه، وعقلوا عليها الاخوان، يدخل يدافع ب10 ديال اللاعبيه وغادي يبقى وراء الكره وغادي يعتمد غير على الهجمات المرتده، وغادي يحاول ما امكن انه يقلب على التعادل، لانه عارف الى خرج بالتعادل من هذه المقابله فراه تيضمن التاهل للدور الثاني. يعني غادي يحاول ما امكن انه يسالي المقابله بالتعادل ويربح 4 ديال النقاط. ولكن التوقعات الرقميه والتحليلات العميقه كتقول ان هذه الحصول اللي غادي يديروها الاسكتلنديين غادي تهرس. النتيجه الاقرب والمرشح بقوه من طرف سبورت مور هي فوز المغرب بالنتيجه يا اما 2-1 او 1-0 بطبيعه الحال ان شاء الله لصالح المنتخب المغربي. الماتش ما غاديش يكون سهل، ما غاديش يكون فيه مهرجان ديال الاهداف، غيكون ماتش مخنوق وصعيب وفيه بزاف ديال الصراعات البدنيه، ولكن الخبره والمهارات الفرديه والحلول السحريه ديال اسود الاطلس غتساهم بشكل كبير في هذا الماتش، وخصوصا في الشوط الثاني ان شاء الله. وهذا الفوز غيخلينا نطيروا للنقطه الرابعه اللي غادي تضمن لنا ان شاء الله بشكل كبير جدا التاهل للدور القادم، وتخلينا نلعبوا الماتش الاخير بكل اريحيه. الخوت هادو هما التوقعات، الارقام والبيانات العلميه والرياضيه قبل هذه الملحمه الموندياليه الكبرى. المغرب داخل عينه على الربح وعلى النقاط الثلاث، والذكاء الاصطناعي والمحللين الكبار في بريطانيا براسهم عاطينا الاسبقيه ومرشحيننا للفوز، ولكن كيبقى هذا الشيء كامل على الاوراق فقط. الكره كتبقى في التيران و90 دقيقه هي اللي غادي تحكم، وهي اللي غادي تجاوب شكون اللي غادي يربح. حنا كاملين ثقتنا في ولاد بلادنا كبيره، وفي القتاليه ديال اسود الاطلس اللي ديما كيفرحونا وكيشرفوا الرايه المغربيه والعربيه والافريقيه في المحافل الدوليه. دابا نتوما الخوت وصلنا للفقره ديالكم، بغيتكم كاملين نزلوا للخانه ديال التعليقات اللي تحت وتفجروا التعليقات بارائكم. واش تتفقوا مع توقع الذكاء الاصطناعي بلي المغرب غادي يربح هذا الماتش، ولا عندكم شي توقع اخر؟ وشكون هو اللاعب اللي كتحسوا به غيكون نجم هذه المقابله ويقدر يسجل في هذا الماتش؟ والسيباري ولا ابراهيم دياز، ولا غادي تكون شي مفاجاه اخرى من دكه البدلاء؟ شاركونا توقعاتكم كاملين، انا كنقرا كاع التوقعات ديالكم، وما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، ديروا جيم باش يوصل الفيديو لاكبر عدد المغاربه والجمهور العربي، والاشتراك في القناه باش يوصلكم التحليل والفيديو ديالنا ان شاء الله اللي غادي يكون ديريكت من مور الماتش. تبارك الله عليكم الخوت، وديما مغرب الرايه ديما ان شاء الله الفوق، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله مع فرحه التاهل. تهلاو لي فراسكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الله يعاونكم.